أهلا وسهلا فيكم متابعيني الكرام، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. ملخصنا لليوم عن بنت أحبت شاب غني كتير من الثانوية وتزوجته بعد ما صارت حامل منه لمدة 2 سنين، بس حياتها كانت عبارة عن كآبة بالنسبة للبطلة، فتقرر إنها تنفصل عنه وتعيش حياتها من دونه. وقتها بيتهوس فيها بعد ما فقدها ويصير ما بيقدر يعيش من غير ما يشوفها. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعموني بلايك فضلا وليس أمرا. ما راح أقدم معكم ولا يأخر بس بيفرق معي كتير. صلوا على النبي. يلا تعال أحكي لك. بيبلش المسلسل مع بطلتنا شيانغ وهي مع رفقاتها في التجمع السنوي تبع المدرسة، ويفوت عليهم فوجينغ الولد يلي حاببته من سنوات في السر وكتير تخجل لما تشوفه. ولما تخلص جمعتهم بيوصلها على البيت ويحصل يلي يحصل بيناتهم بسبب السكر يلي كانت فيه. وبعد فترة بتكتشف إنها حامل منه ويقرر إنه يتزوجها، وبعد مرور 2 سنين بنشوفها وهي عنده بالشركة لأنه أمه عطتها ملفات لحتى تاخدهم لعنده. ولما يشوفها بيسألها إذا أكلت ولا لأ. بيكون فوجينغ شخص كتير بارد ما بيعبر عن مشاعره ولا حتى بيسأل عنها لأنه بعد ما تزوجوا خسرت الولد، وفي هاي ال2 سنين ما قدرت تتخلف منه وكانت عايشة معه حياة ما كانت متوقعتها أبدا. هاي الرومانسية والحب والحنان بين كتير عالم هي ما حصلت عليه لأنه حبيب القلب روبوت شغل ما بيهدى أبدا. حتى وهو عم يتغدى معها عقله كله في الشغل، وتقول في نفسها رجال مثل هيك ما مناسب للزواج أبدا وما بيناسبها بالمرة. تحاول تفتح معه موضوع الطلاق، بيقطع حديثها اتصال من شغله، تحاول تأجل الموضوع بالبيت. ولما ترجع على البيت بتلاقي حماتها يلي بتبهدلها بأنه هي فقيرة وعم تاكل وتشرب وتصرف مصاري ابنها وهي عديمة الفايدة. بترد عليها شيانغ بأنه لا عاد تحكي معها هيك كلام لأنه عن قريب جدا رح تطلق ابنها، بتكون كتير زعلانة. بتقول في نفسها إنه لو كانت بتعرف إنه في كتير فرق بيناتهم مستحيل كانت تقبل تتزوجه. وبالليل لما تحاول تحكي مع فوجينغ بالطلاق بيقربها لعنده وياخذ جرعة حب منها، بعدها بتطلب منه إنهم يتطلقوا. لما يسألها السبب بتقله إنهم هن تزوجوا بسبب الجنين اللي كان ببطنها، بس للأسف الولد راح وما عاد في نصيب، لهيك ما عاد بدها تواجه كره أمه لإلها. وبعد الطلاق ما رح يضطر يواجه عيلتها يلي بيطلبوا منه مصاري في كل فرصة ويستغلوه ويوافق بكل سهولة. وكتير تستغرب منه حتى إنه ما حاول ينقذ زواجهم، وتزعل وتكون عم تبكي. ولما تحاول تروح على الحمام لحتى ما يشوفها وهي عم تبكي بيوقفها ويقلها تنام ويحضنها. عم يكابر على الفاضي الله لا يوفقه. وثاني يوم لما تفوق من نومها بتذب أغراضها وتترك له أوراق الطلاق على الطاولة وتطلع وتبعت له رسالة بأنها تركت البيت. فبيتشتت تفكيره بالشغل ويطلع ركض على البيت ويلاقي فعلا أوراق الطلاق ويعصب ويتصل على المحامي لحتى يأكد الموضوع. نرجع فلاش باك قبل 2 سنين لما كانت رفيقة شيانغ عم تقنعها إنه تروح معها لتجمع أصدقاء الثانوية وبالزور لحتى وافقت. بعدها التقت مع فوجين لأنه كان زميلها بالمدرسة وكانت كتير مبسوطة وشربت كتير لحد ما داخت. وبالليل قرر إنه يوصلها فوجينغ عبيتها بما إنه الكل راح وبقيت لحالها. لما يوصلها وكان طالع ضربت رجلها بالطاولة وكانت راح توقع ومسكها فوجينغ وما قدر يقاوم جمالها ولطافتها وصار يلي صار وصار يلي صار. يخرب بيتهم، عندهم أي حدا بيسكر لازم يقضي ليلة مع الجنس الآخر، ما حسبوا حسابهم وصارت حامل بعدها. قرر فوجينغ إنه يتحمل المسؤولية ويتزوجها، وكانت أكبر غلطة بحياتها بعدين لأنه بهذاك الوقت كانت كتير مبسوطة وما رح تتزوج حبيب القلب. ونرجع على الحاضر وفوجينغ مانو مركز أبدا بالشغل وعم يعمل كتير أخطاء وصار الكل منتبه عليه. ويفوت لعنده مساعده ويقله مرته حطت شقتها للبيع والظاهر هي هلأ مسافرة لهيك ويترجاه إنه يروح يلحقها ويمنعها، بس يطلب منه فوجينغ إنه يهتم بشغله أحسن ويطلع على صورتها بمكتبه ويتذكر لما صورها وهي كانت عم تدرس وما أنا منتبهة، ويقرر يروح لعندها ويستناها جنب العمارة تبعها. ولما تسأله شو جابه لهون بيقلها إذا في عندها أكل بالبيت، بترد عليه إنه نتطلقوا بس بيقلها إنه تعتبره زميل قديم إجا لعندها لحتى يتعشى معها. ويفوتوا عبيتها ويساعدها لتصلح اللمبة المحروقة وتكون عم تطوله. ولما يخلص وتكون رح تشغل الضو بيمسكها ويبوسها لأنه كتير مشتاق لها. تحاول تبعده عنه بس بيمسكها بقوة وما يتركها لحد ما يرن الموبايل تبعها
ويتركها تحكي ويطلع لحتى يشغل القاطع. لما يسألها شو صار وليش هي كتير مبسوطة بتجاوبه إنها قدمت في جامعة الهندسة المعمارية وتم قبولها، ويسألها إمتى صار وقدمت لأنه مستحيل تقدم في يوم أو يومين. بترد عليه إنها قدمت من 6 أشهر، بيتضايق لأنها صار لها 6 أشهر وهي ناوية على الطلاق. بس بتقله إنه بيوم العيد لما إجا لعندن أبوه سمعتن وهن عم يحكوا وطلب منه أبوه إنه يطلقها بما إنه ما في أي شي بيربطن ببعض، وكان عم يحكي عليها حكي مو حلو. والحق يقال بطلنا كمان كان عم يدافع عنها بس هي ملت وكرهت هي العيشة لما سمعتن لما قال أبوه بأنه هو وشينياو خطيبته من لما كانوا صغار وقتها قررت إنها تتطلق، وتقله أصلا كانت الأمور ماشية غلط من البداية، لهيك هاد أحسن قرار تتمنى له السعادة مع خطيبته شينياو. وإلا إنه شينياو بتكون البنت الصغيرة للعم شين، وهو كان معها لما كان عمرها 5 سنوات لما ضاعت وما لقوها، تتأسف له لأنه ما كانت بتعرف، وتقله إنه هو قصر معها كتير، لهيك رح يخلي المحامي يتولى موضوع الطلاق وراح يعطيها كل حقوقها والممتلكات يلي لازم يقسموها مع بعض. بترد عليه إنها ما نبعازة لأي شي منه لأنه بالأول ما كان إلها، وتطلب منه إنه يروح لحتى ترتاح وما يقدر يصبر عليها ويحضنها ويطلب منها تعتني بحالها ويروح، وتكون روحها عم تطلع معه لأنه خلص كل شي بيناتن بلمح البصر، وتمحي رقمه من موبايله. وثاني يوم بتروح لعند عيلتها وبنعرف إنه متبنيينها ومانا بنتن الحقيقية، وتقلن إن خلص هي اتطلقت وما عاد يطلبوا مصاري من فوجين، وكتير بتبهدلها أمها وأخوها لأنه هلأ كل خططن دمرت. وتفوت على غرفتها وتكون ماسكة إسوارة كانت معها وقت طفولتها لما ضاعت، ويجي أبوها على البيت يلي بيكون كتير حنون عليها، تعطيه بطاقتها البنكية وتقله إنه رح تترك المدينة كم شهر لهيك يعتني بحاله. وتكون أمها كتير معصبة منها. النجاجة يلي بتبيع ذهب طارت وتروح على المطار، وتكون بالكافيتيريا مع رفيقتها المقربة عم بيودعوا بعض، فجأة يظهر قدامها رفيقة من زمان وكتير بينبسطوا بهاي الصدفة الحلوة، خاصة لما يقلها إنه رايحين على نفس المدينة. تطلب منه رفيقتها إذا هيك يخلي باله من شيانغ، تتركن لحتى تروح ترد على مكالمة إجتها، وتكون حماتها هنيك كمان وتشوفها وتصورها وتبعث الصورة لابنها وتقله كيف بيسمح لمرته إنها تطلع مع شباب وهي مرة متزوجة، وإنها رح تشوه سمعتن بعملتها، ويكون هو باجتماع مهم بالشركة وكتير يتشتت عن شغله والكل يصير يحكي عليه، ويرجع يبعث رسالة لأمه إنه ما تهتم، بعدها بيركب سيارته لحتى يروح ويشوفها قبل ما تسافر. ومثل كل مسلسل هندي بتكون البطلة عم تودع رفيقها والبطل فايت على المطار وبنفس القاعة بس ما بيقدروا يشوفوا بعض، ويروح يحجز تذكرة لأقرب رحلة بس لحتى يخلوه يفوت ويدور عليها. أما شيانغ بتحس بدوخة ولعية نفس ويطلب من رفيقها إنه يروحوا على الصيدلية ويشتري لها دوا، ويشوفهم فوجينغ سوا وكتير ينجرح قلبه لأنه في حدا غيره عم يهتم فيها، ويقرر إنه ما يشوف المنظر أكتر. وتطلب شيانغ دوا للمعدة، بعدها بتتذكر إنه بلكي هي حامل وتطلب كمان اختبار حمل وتروح تساويه وتطلع عن جد حامل بعد آخر مرة عملت علاقة مع فوجينغ وما أخذوا احتياطاتهم، وما تعرف تنبسط على الخبر لأنه رح تصير أم أو تزعل لأنه اتطلقت من حبيبها، وتقرر ما تخبره وتكفي حياتها مع ابنها. ولما تكون رايحة لحتى تركب الطيارة بتشوف فوجينغ قدامها وبتعمل حالها ما بتعرفه وتفوت من جنبه وينكسر قلبه للمرة المليون. شو هلأ حسيت بحبها وين كنت لما كانت بحاجة إلك ولحنانك ولحبك إلها، ويروح يشيل الخاتم ويحس بوجع ببطنه لك هاد من الزعل. راحت 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 ما بعرف كمالة الغنية. بيطلب من مساعده يعطيه دواء لآلم المعدة وهو كتير زعلان ومقهور، ويزعل عليه مساعده لأنه أول مرة بيشوفه بهي الحالة. ولما يرجع على البيت ويلاقيه فاضي بيتذكر الماضي أيام بداية زواجهم لما كانوا كتير مبسوطين، وكانت شيانغ تحضر له الأكل وما ترضى تاكل لحتى يرجع من الشغل، وكانت أيامهم كلها حب وغرام. بس بعدها صار الجفا العمى بعيونه كرس كل وقته للشغل وفرط في حبيبة قلبه يلي بيحبها كتير بس ما كان يتجرأ ويقلها هالشي، ويحس في حدا جاي ويفكرها شيانغ بس بتطلع أخته يلي تلومه على فقدانه لشيانغ وإنه بحياته ما رح يلاقي أحسن منها، وتطلب منه يروح ويرجعها لأنها كتير بتحبه. وفعلا بيروح ويلاقي رفيقتها ويطلب منها تقله بأي مدينة شيانغ هلأ، وما بترضى بتقله بس بيهددها وتهديده كتير صعب وتقر بكل شي، وتتصل على شيانغ وتقلها إنه فوجينغ عرف مكانها وما تكمل كلامها وتلاقيه قدامها، ويطلب منها تركب معه، وبعد إصرار كبير بيوصلها على بيتها ويفوت معها كمان ويسألها ليش مو لابسة كعب لأنه حسب علمه ما بتلبس غير الكعب،
ردت عليه إنه مو سهل إنها تلبس كعب وهي بموقع البناء، لهيك عم تلبس أحذية مسطحة وتكون حاطة ورقة الإيكو فوق الطاولة وتخاف إنه يشوفها، فبتمسكه من إيده ولحسن حظها بيندق الباب وتفوته لجوا لحتى تفتح الباب وتخبي صورة الإيكو. لما تفتح الباب بيتفاجئ لأنه رجال إجا لعندها على البيت، أما هي فتمسك رفيقها وتطلعه لبرا لحتى تحكي معه بدون ما يسمعون وتطلب منه يعطيها موبايله لحتى تحكي مع رفيقتها. بعدها بيطلع لعندهم فوجينج وتعرفون على بعض، يتضايق أكتر لما تعرفوا على رفيقها بأنه زوجها السابق ويتركن لحالهم ويطلب منها تنتبه على حالها ويطلع. بالليل لما كانت عم تنشف شعرها بيجي لعندها ويطلب منها بس يحكوا سوا ويسألها إذا بتعرف شو كان اسمها من قبل وإذا هي متبنات، فبترد عليه شو هذا الحكي السخيف يلي عم يقولوا، وهي ما غيرت اسمها. كمان بتكون البنت البيولوجية لعيلتها وكيف خطر عباله يسألها هيك سؤال، بيرد عليها إنه كان دايما يحسها البنت يلي ضيعها بطفولته. تزعل لما يقلها هيك، تفكروا إنه تزوجها بس لأنه كان حاسسها تشبه هي البنت، وتقوله إنه هي ما ناشينياو وتطلب منه لا عاد يجي لعندها مرة ثانية وكل شي انتهى بيناتهم، ويصدمها بأنه عارف خبر حملة وإنه ما فيه يتركها أو يترك الولد يلي ببطنها ويترجاها لتفرط بابنهم وراح يساوي المستحيل كرمالهم ويحضنها ويقلها كتير بده منها ولد. ولما تسأله كيف عرف إنها حامل بيرد عليها بأنه شافها لما كانت حامل من قبل كانت كتير نحيفة مثل هلا ونفسها عم تلعي كتير ويطلب منها ترجع له. ولما ما توافق بيقلها إذا هيك هو رح يجي ويسكن معها ويطمن على سلامتها وسلامة الولد، بإصرار كبير منه تحط له شرط إنه إذا ما اعتادت على وجوده معها رح يروح ويتركها. وما يصدق حاله ثاني يوم بيجيب كل أغراضه ويجي لحتى يسكن معها ويكون كتير عم يهتم فيها وعم يحضر لها الأكل ويوصلها على الجامعة ويرجعها كمان، يعني صارت كل اهتماماته. بيوم من الأيام لما يكون عم يحضر لها الأكل بتكون كتير مبهورة بجماله وحلاوته ولطافته وبيلاحظ نظراتها لإله ويقلها ليش عم تطلع فيه هيك وليش خدودها محمرين، ما يتحمل لطافتها ويقرب ويبوسها بس بتبعده عنها. وبعد فترة لما تكون طالعة من الجامعة وكانت مع رفيقة عم تحكي بالدراسة بيكون شايفها فوجينج وعيونه عم تطالع شرار الغيرة ويصير يزمر عليها بالسيارة لحتى تجي لعنده. ولما تطلع بالسيارة بيقلها ليش كانت واقفة مع هالرجال وإذا في شي عاطفي بيناتهم، بتقله إنه ما في شي بيناتهم وهو بس رفيقة بالصف وإذا وصار هو ما دخله، ويعصب على كلمة ما دخله ويبوسها بكل قسوة. لما تبعدوا عنها بيقلها إذا فيهم يبلشوا من أول وجديد وإنه رح يتغير للأحسن كرمالها، وكتير تستغرب من تصرفاته وتقله أكيد هاد بس مجرد شعور بالغيرة، ويقلها بس يفكر إنه رح تكون مع رجال غيره بحياتها بالمستقبل كتير بحس حاله رح يختنق. بتقله لا يخاف لأنه هي هلأ ما عم تفكر بشي غير دراستها ولا يحاول معها كتير لأنه ما رح ترجع له أبدا. وبالبيت بيطلب منها تروح معه، بالبيت بيطلب منها يروحوا لحتى يشموا شوية هوا برا وتوافق ويطلعوا على مكان كله عشاق، ويقلها إنه بده يعوضها عن كل شي كان نفسها فيه تعمله معه. بعدها بتعطس وتكون بردانة ويروح ويشتري لها طاقية، الله لا يوافقوا على هالرومانسية وكان لازم يعطيها المعطفه. بعدها بيجي اتصال وتبعد عنه لحتى يحكي براحته، ويكون المحقق يلي بيقله إنه شيانغ مانا البنت البيولوجية لعيلتها وإنها متبنات. ولما تسأله شو ماله بيحضنها ويقلها ما في شي بس كان بده يحضنها، وهي كتير مستغربة من التحول يلي صار معه. ولما يرجعوا على البيت بيطلب منها تطلع وهو رح يشتري شغلات ياكلوها ويتصل على عيلة شينياو لحتى يبعثوله عينة ليعمل فحص DNA لشيانغ ويتأكد إذا هي شينياو ولا لا. ولما يرجع على البيت بيطلب منها أن تتعاون معه لحتى يعملوا التحليل، وكتير تزعل لأنه لهلأ عم يشوفها شينياو. وثاني يوم بتروح معه ليعملوا الاختبار وتطلب منه إنه يخبرها بالنتيجة مهما كانت وما يتأمل كتير لأنه حتى لو كانت هي شينياو مستحيل يكونوا نفس الشخص. وبعد فترة بتظهر النتائج وتطلع شيانغ مانا شينياو ويكونوا تلاعبوا بالنتيجة وفي بنت ثانية ظهرت طلعت هي شينياو. ويروح فوجينغ لعند شيانغ ويعطيها التحاليل ويسألها إذا بدها تشوفهم، بترد عليه بلا وتكون طالعة بيحضنها ويقلها ما في وجود لشينياو بحياته بعد هلا وما في غيرها هي. ولما تكون رايحة على الجامعة بتشوف البنت يلي طلعت هي شينياو حاسة إنه في إنها بالموضوع وتكون كتير زعلانة، وبيجي لعندها أمه وأبوه لفوجينغ ويحكوا معها كلام قاسي كتير ويخبروها بخطوبة فوجينغ مع هاي البنت يلي عم يقولوا عنها بأنها هي شينياو، وتنقهر وترجع على البيت وتدب أغراضها.
أما فوجينغ بيروح ليحكي مع أخوه شينياو ويقله أخوها بأنه هاي البنت مانا أخته، وهن بس سوروا الاختبار بسبب جده المريض يلي عم ينتظره من سنوات، ويطلب منه يتعاون معه ويتظاهر بأنه شينياو، ويعصب عليه فوجينغ ويقله إنه ما رح يتدخل بقراره بس يتمنى ما يجيب الذيب عبيته وياخدله مكانته. تبعتله شيانغ رسالة بأنها تركت البيت وتودعه ويروح ركض على البيت وما يلاقيها، وتكون تركتله رسالة تتشكروا فيها ع اهتمامه فيها كل هاي المدة وما يقلق عليها رح تكون منيحة وما بيصير يكون في عندن أولاد يربطوهن ببعض. ولما يتصل على رفيقتها بتقله إنه هي بالمشفى عم تعمل إجهاض، ولما يروح ما يلحقها ويكون الرابط الوحيد يلي بيناتن راح. تطلب منه لا عاد يتعرض له ولا بدها تشوفه بحياتها، وتطلب منه كمان يبعد عيلته عنها، وبيوعدها ما رح يزعجها لحتى تخلص دراسة ويطلع ويروح لعند أهله ويبهدلن لأنه بسببهم خسر شيانغ. بيقول لأمه هلأ ورايح ما رح ينسى أبدا بأنها هي خالة مرت أب، ويوعدن إذا ساووا شي لشيانغ مرة ثانية أو حكوا معها حكي مو منيح راح يشوفوا شي ما رح يعجبن أبدا. وبعد مرور سنتين بيقرر يروح فوجينغ على حفل تخرج شيانغ وما يلاقيها هنيك، ويعزم رفيقه على الغدا ويروح معه، وهنن عم يتغدوا بتروح لعنده بنوتة أمورة. لما يشوف رفيقه بيقله كأنه بتشبهه كتير هي البنت، لما يسألها مين بتكون أمها تيجي مرة وتاخدها. ويروح على الحمام ويلتقي مع شيانغ أول مرة بعد سنتين ويبارك لها بالتخرج، ويسألها كيف كانت السنتين وإذا راجعة على المدينة. بتقله إذا ما في بيت عندها هنيك ما في داعي ترجع. ولما تكون طالعة بيمسكها من إيدها ما يرضى يتركها لحتى تعطيه رقم موبايلها، وبنكتشف إنه هي ما نزلت الجنين وإنه البنت تونغ هي بنته لفوجينغ. ولما تعرف بأنه تونغ التقت مع فوجينغ تغير مكان إقامتها ورقم موبايلها كمان، لأنه بتعرف فوجينغ ما رح يتركها بحالها بعد هلا. وفعلا ما يلاقيها اتصل عليه أخوها بالتبني ويقله إن أبوه كتير مريض لأنه بهاي السنتين كان عم يعتني بعيلتها وما تركهم. وتروح شيانغ على المشفى لحتى تشوف أبوها، بتبهدلها أمها كتير وتكون شيانغ كتير خايفة على أبوها. بعدها بيجي فوجينغ ويسأل عن أحوال حماه بيقلن إذا صاروا احتاجوا شي لا يترددوا ويتصلوا عليه. ولما يكون طالع بيلتقي بشيانغ وما يحكي معها لأنه زعلان منها، بس بيروح الزعل لما تضربها أمها وتكون عم تبهدلها. بياخدها ويطلع ويحطلها ثلج على وشها ويسألها إذا هي عم تتوجع كتير، بترد عليه إنه معتادة على الوجع لأنه كانت بتنضرب كتير وهي صغيرة، وإلا إنه إذا صاروا معها هيك مرة ثانية تتصل عليه وهو رح يحميها بلا تردد. بترد عليه إنه ما رح تبقى كتير بهاي المدينة لهيك ما رح تزعجه. بيسألها إذا كانت مبسوطة بهاي السنتين، بترد عليه إنه كل شي كان منيح. بيقول إنه هو ما كان مبسوط أبدا، وقبل سنتين هددته بأنه رح تترك الدراسة لو ما بعد عنها، بس هلأ هي تخرجت ورح يلاحقها. تحاول تغير الموضوع وتقله بدها تروح على الفندق، بيقلها لا والله كيف هو موجود وبدها تروح على الفنادق وياخدها معه على بيته، ويقلها ما تقلق ما في عنده لا رفيقة ولا حبيبة حتى كلب ماكو. يتركها ترتاح ويروح يجيب لها بطانية نظيفة. ولما يرجع يلاقيها طالعة من الحمام ولابسة ثوب النوم المغري، ويصير قلبه عم بيدق كتير كأنه رح يطلع من محله. لما تسأله عن مجفف الشعر وتحاول تاخده منه بيقلها لا والله اليوم أنا تحت تصرفك معذور والله، ويجفف لها شعرها وهو عم يطلع عليها وعيونه عم تاكل أكل. بعدها بتشكره وتعتذر منه لحتى تنام. بينفذ صبره عليها ويقرب منها ويبوسها ويطلب منها يحاولوا مرة ثانية وهو ما قدر يعيش بدونها وكتير مشتاق لها. بتقله يبعد عنها لأنه هي هلأ في فترة البيريود وبدها تنام لأنه كتير تعبانة، ويروح ويتركها وتكون كتير مقهورة وهي عم تبعده عنها. تاني يوم ترجع على البيت لعند بنتها يلي بتقلها إنه بدها تتعرف على أبوها بما إنن هون، وتقلها المربية بإنه تونغ راحت لتدور على فوجينغ وكان طالع من الشركة وطلبت منه إنه يكون أبوها. بس إجت المربية وأخذتها وقالت لشيانغ لحسن حظها إجت بالوقت المناسب وإلا كان راح يعرف إنه تونغ بتكون بنته. تتصل عليه تونغ بالغلط، تسمعه شيانغ وعمل حادث وكتير تخاف عليه وتروح ركض لحتى تشوفه وهي عم تبكي، ويقلها فوجينغ ليش هي هون. بترد عليه إنه اتصلت عليه وسمعت إنه عمل حادث وما قدرت إلا ما تجي وتشوفه بعيونها، ويكون كتير مبسوط من خوفها عليه. يعني في أمل، في أمل إن شاء الله. تاخده وتوصله على البيت ويطلب منها تعمل له أكل لأنه منصاب ما فيه يساوي، ويطلب منها تأكله كمان. ويكون كتير مبسوط لحد ما يتصل عليها رفيقة وتحكي معه. يتضايق أكثر ويبطل ياكل ويروح لحتى يغير الضماد على جرحه، وما بيطوعها قلبها وتروح وتساعده. لما تكون رايحة بيمسكها من إيدها وياخدها في حضنه
حضن كتير طويل، بس يقطع عليهن أبوه هاي اللحظة اللي مستنيها من زمان وتتركه وتروح، ويطلب من أخته تروح وتوصله، ويقله أبوه ليش عم يلتقي بشيانغ مرة ثانية. بيرد عليه فوجينغ بأنه بده يتزوجها للمرة الثانية كمان. بيقول أبوه ما رح يسمح له يتزوجها إلا على جثته. بيقول فوجينغ لا عادي يتدخلوا بحياته إذا ما بيقدروا يطلعوا منها أحسن ويبعدوا عنه، لأنه مستحيل يتخلى عن شيانغ مرة ثانية. ولما تكون شيانغ مع أخت فوجينغ بيكون اختيار مارق من هنيك، ويقع ويروحوا يساعدوه. ويقول لشيانغ أخيرا لقى حفيدته حبيبة قلبه شينياو. ترد عليه شينغ بأن مانا حفيدته وهو ملخبط فيها، وتتركه وتروح، ويكون هو متأكد إنها حفيدته. وتكون يلي عم تتظاهر بأن شينياو سامعتن، وتقول ما رح تسمح له إنها تفوت على حياتن أبدا وتاخد مكانه. بعدها بتكون شيانغ عم تودع بنتها لأنها رايحة على الشغل برات المدينة. وثاني يوم بيتصلوا على فوجينغ ويخبروه بأنه مرته كانت بموقع البناء ووقعت من الطابق السادس على النهر، وفريق الإنقاذ لسه لهلأ ما لقوها بسبب الأمطار الغزيرة ليلة امبارح. وما يصدق الخبر ويوقع من طوله، وياخدوه على المشفى. ولما يفوق بيسألن وين شيانغ وليش ما دوروا عليها. بيقلن أكيد هربت منه مرة تانية، بس بيخبروا أبوه بأنه ماتت وما عاد يخدع حاله. وما يصدقن، بس يأكد له أبوه الخبر. بعدها يطلب منهم يتركوه لحاله، ويقول إنه ما كان متوقع إنه فقدانها رح يخليه يحس بهيك شعور. لو عرف هيك ما كان تركها أبدا، ويكون قلبه كتير عم يوجعه ويغطي حاله باللحاف ويبكي مثل الأولاد. وبنكتشف بأنه يلي عاملة حالها شينيا وهي يلي خططت لقتل شيانغ مع أبوها. طلبت منه يساعدها لحتى ما يكشفوها، وإلا الأملاك ما رح تصير إلهم أبدا. وبعد فترة بيكون فوجينغ عم يحقق بمقتل مرته. بيقول المساعد إنه البنت يلي عاملة حالها شينيا واشترت تذكرة برات البلد يوم وفاة شيانغ، بس ما سافرت. بيندق الباب ويكون أخو شيانغ بالتبني يلي بيعطيه شي كتير غالي ع شيانغ. ولما يفتحوا فوجينغ بيشوف السوارة يلي عطاها ياها لما كانوا ولاد صغار، ويتأكد إنه هي شينيا وحبيبة طفولته. وكتير يزعل لأنه بعد فوات الأوان لقاها. وبعد فترة كمان بيكون عنده اجتماع مع شخص كان عم يقاتل معه في مجال الأعمال، بيقله إنه بده منه المناقصة الجاية مقابل شخص عزيز عنده. ولما ما بيوافق بيطلب هذا الشخص من شيانغ إنها تفوت، وكتير بينصدموا من وجوده. وأول شي يعمله فوجينغ بيروحوا يحضنه، بس بتصده شيانغ وتقله إذا بيعرفوا بعض. وكتير يستغرب. وقتها بيقله هداك الشخص إنه لما عرف إنه مرته وقعت بالنهر عمل كل جهده لحتى يلاقيها، وكانت بغيبوبة لمدة شهر. تخيلوا معي عندهم الغيبوبة بالشهر والسنتين والسبع سنوات، الله لا يوفقهم. لما فقدت الذاكرة، ويكون أخذها وطالع لأنه ما اتفقوا مع بعض. بس بيمسكها فوجينغ ويقلها إذا ما عاد بدها تشوفه، بس بيوجعها راسها وتفقد الوعي، ويحملها وياخدها غصب عن هذا الشخص يلي أنقذها. لما تكون بالمشفى بيقله الدكتور إنه في عندها فقدان ذاكرة مؤقت ومع الوقت رح تسترجعها. ولما تفوق بيشربها مي، وتسأله مين بيكون، بيرد عليها بأنه هو زوجها. يا أزعار. تطلب منه تطلع لتشم شوية هوا وتلتقي ببنتها يلي بتناديها بماما. وتقلها المربية وأخيرا لقيناكي، وين كنتي كل هالوقت؟ وتونغ كتير كانت عم تبكي بغيابك. ويتفاجأ فوجينغ ويخلي المربية تحكي له الحقيقة كاملة. وقتها بتقله إنه شيانغ ما نزلت الولد، بس خبرته هيك لحتى ما يتركها هو وعيلته لحاله وما يزعجوها، وإنه تونغ بتكون بنته البيولوجية. ويروح لعندها بيكون كتير مبسوط لأنه أخيرا عيلته رجعت له، وياخدها على بيته ويفوتها على غرفتهم. ولما تشوف الصندوق وتتذكر لما عطاها الإسوارة، ويسألها إذا عم تتذكر شي، ويقلها إنه رح يحميها بالمستقبل. ويحاول إنه يبوسها. في الأول بتمنعه، بس بعدين بتتجاوب معه. لما يكونوا رح يخربوها مع بعض وتكون مشاعرها ملخبطة، بتوقفوا وتقله إنه لسه ما جاهزة، ويعتذر لها لأنه فقد السيطرة على حاله. على مين؟ ثاني يوم لما تفوق وتلاقيه قدامها بتسرح فيه وتتذكر بوسة امبارح. بيحس عليها لما تحاول تهرب، بيمسكها ويعطيها بوسة قطع أنفاسها. بس مثل كل مرة في حدا بيقطع بوستهم هاي. تسألون الأمورة شو عم يعملوا؟ بيقلها يلي بلا ترباية إنه أبوها كان عم يبوس أمها، وياخدها ويطلع لحتى أمها تجهز حالها.
ويكونوا عم يفطروا وكتير مبسوطين مع بعض. بتطلب منه توم لحتى يروحوا على الملاهي. لما يكونوا طالعين بينسى مفاتيح السيارة بالبيت ويقول لشيانغ تستناه لحتى يروح يجيبهم. وقتها تجي لعندها هاي اللي عاملة حالها شينياو مع مرت أبوها فوجينغ ويقولوا لها بأنه فوجينغ عم يخدعها وأنه هن متطلقين من زمان وأنه هي هلأ خطيبته يعني شينياو وهن كتير بيحبوا بعض وهي بحياته ما حبة أبدا. وكتير تزعل شيانغ وتروح لتهرب. لما تكون عم تتمشى وتفكر بالكلام يلي حكولها إياه يوقفها الختيار جدا ويناديها بشينياو بتقوله ليش عم يناديها هيك؟ مو يلي التقت فيها من شوي بتكون حفيدته؟ بيقلها أكيد هي مانا حفيدته وهي عم تتظاهر. حفيدته الحقيقية بتكون شيانغ وبس. بياخدها معه عبيته ويخليها تتذكر مين يلي ساوى معها هيك ووقعها بالنهر. وقتها بتتذكر إنه البنت يلي مساوية حالها شينياو هي يلي دفشتها وحاولت تقتلها. بيقلها جدها بأنه أكيد رح يلاقي أدلة تثبت بأنه حاولت تقتلها ولا تخاف من شي أبدا. وفعلا بيبعت حدا وراها على المطعم وهي عم تحتفل مع مرت أبوه لفوجينغ بفوزهم على شيانغ. تعترف بكل شي عملته بيكون حدا عم يصور كل اعترافاتها. تيجي الشرطة وتحاول تلقي القبض عليها بس بتهرب من هنيك. أما عند الجد بيروح لعنده فوجينغ ليسأل على شيانغ. بيقله الجد ما حذرت يا شاطر هي ما بدها تشوفه ويطرده. ويقرر فوجينغ يروح وينطرها برات البيت لساعات. وفي عز المطر بالليل بتخاف عليه شيانغ وتروح لعنده بتقله ليش عم يعاند هلأ بيمرض. بيقلها كرمالك أهد الجبال يا روحي. وتيجي شينياو المزيفة وتقلن إنه مستحيل تسمحلن إنهم ينبسطوا وهي هلأ ملاحقة. وتحاول تقتل شيانغ بس بيفديها فوجينغ بروحه وينصاب بدالها. وتكون عم تطلب المساعدة وكتير خايفة يروح من بين ايديها بعد كل هالعذاب والمشاكل. وبعد فترة بنشوفه تعافى ورجع لحبيبته شيانغ وتزوجوا وصاروا عيلة كتير حلوة. بعد ما لقت شيانغ عيلتها الحقيقية جدها وأخوها وتسأله إمتى وقع بحبها بيقلها حب من أول نظرة يعني من اليوم يلي انتقلت فيه لعندن على المدرسة. وكتير تفرح. تخلص الحكاية. في الأخير ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس تضغطوا على زر اللايك. ما رح يقدم ولا يأخر معكم بس رح يفرق معي كتير. تكتبوا لنا كومنت حلو مثلكم. أتمنى كنت خفيفة عليكم. سلام.